السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وأحسن حال. النهاردة جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تحطي لي لايك وتدوسي على كلمة اشتراك اللي تحت اللي باللون الأحمر، وتفعل الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه بإذن الله. ازيكم؟ انتوا عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو. معلش اتأخرت عليكم بس علشان كان عندي شوية برد، وطبعا باين على صوتي، فاعذروني كده. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. فيديو ان شاء الله يا رب يعجبكم كده، وتعملوا لي احلى اللايكات واعلى اللايكات واعلى المشاهدات، وان شاء الله يحقق نسبة مشاهدات عالية عشان نحقق الشروط بإذن الله. النهاردة جاية لكم بمشتريات كده، جايبة شوية مشتريات علشان بقى رمضان داخل علينا. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعودوا علينا بالخير واليمن والبركة والسعادة إن شاء الله. واللهم بلغنا رمضان. يلا بينا نشوف المشتريات اللي أنا جايباها ونشوف هنعمل بيها ايه وأسعارها ايه. قالوا كده نبدأ مع بعض عشان طبعا تاخدوا فكرة وتشوفوا الأسعار، وتشوفوا لما بتنزلي تجيبي من مكان في سوق أو كده بتجيبي الحاجة رخيصة جدا، إنما لما بتروح على محل مخصص لا بتجيبها غالية. تعالوا بقى نشوف. هنا كنت بقى نزلت السوق وجبت شوية كراسات للأولاد. كانت 3 كراسات ب10 جنيه، والطبق ده كده ب15 جنيه. جايبة كذا طبق زيه بنفس السعر برضو ب15 جنيه، وفي أقل منه ب10 جنيه، وفي ب20. فحوريكم وأقول لكم على الأسعار. شايفين الطبق ده كده؟ ده غويط كده، ياخد معايا فرختين ويكون نازلين ساقطين كده فيه. ياخد معايا شوية رز بغسلهم كده ويكون برضو حلوين، وليه بوز كده يصفي منه، وليه كعوب زي رجلين كده. وجبت الطبق ده برضو بنفس السعر ب15 جنيه، بس ده مفرود من تحت. ده برضو ياخد معايا بطة، ياخد معايا فرختين، ياخد معايا حاجات كتيرة جدا. وجبت اخوه برضو زيه بالظبط، برضو ب15 جنيه، ونفس الشكل من ورا. حاجات جميلة جدا ورخيصة جدا. لما لقيتها رخيصة فكترت في البلاستيك، وقلت مش مشكلة طالما الحاجة رخيصة اكتر منه. وجبت الطبق ده برضو ده كان برضو ب15 جنيه، اسفة. نفس التانيين الاخرى اللي انا وريتهم لكم، فكترت الصراحة فيهم. قلت هينفعوني في مناسبة، لا البطاطس، طماطم، عايزة اقطع شوية طماطم، حاجات من ديت، خضار، عايزة احط شوية اكل للطيور واطلعهم. فانا كده كده عندي الجرادل بتاعة اللون بتاعة الدهان، وطبعا فاضية وعيناهم عشان برضو استخدمهم للطيور وما طلعش حاجات من المطبخ للطيور فوق السطوح. وجبت الطبق ده، وده يا حبايبي كان عامل 20 جنيه. شايفين ازاي قد ايه وعامل ازاي؟ ب20 جنيه والله. فزي ما انتوا شايفين كده، ده طبعا ياخد معايا 4 فرخات او 5 فرخات، ممكن ياخد 6. وده بالظبط على قد الحوض، على قد مقاس الحوض اللي عندي بالظبط. تعالوا برضو اوريكم اللي انا وريتهم لكم دول، هعينهم برضو، وهستخدم الحاجات التانية اللي هصورها معاكم دلوقتي. جبت المقشة ديت من الهايبر. كنت نزلت كده قبليها، قبل ما انزل السوق نزلت الهايبر وجبتها ب45 جنيه، ونزلت تاني يوم السوق وجبت اختها ب25 جنيه. نفسها بالظبط، اختها بالظبط، يعني تشوفوها تقولوا هي. وجبت الطبق الازرق ده، البولة الزرقاء ديت برضو ب20 جنيه. فشايفين الاسعار هادية ازاي؟ لما بتنزلي وبتجيبي من السوق بتجيبي كل اللي انت عايزاه وبأرخص تمن، انما لما بتنزلي وبتروحي على محل مخصص بتجيبي الحاجة غالية وبتجيبيها التمن مرتين. جبت ال3 برطمانات دول للسكر والشاي والقهوة اهم. بس الصراحة يعني في الاستخدام مش حلوين قوي، لان ما بيربطوش، مش محكوم الربط. لا انت بتقفليه كده وممكن يفلت منك وانت شايلاه او يقع، بتتفك، فبتكب السكر بتكب الشاي. انما اللي بتتربط زي ازازة المية لا، بتبقى محكمة الغلق. ده اول واحد، وهوريكوا الاتنين التانيين برضو.
ده كان لونه بينك كده، والتاني لونه احمر، والتالت لونه تقريبا كده، والله مش فاكرة لونه قوي، يا اما ازرق يا اما ابيض. فهنشوفه مع بعض دلوقتي، هنلاقيه برضو في المشتريات، وهنشوف لونه ايه. زي ما انتم شايفين كده، هم دول العلب اللي انا جبتهم عشان السكر والشاي والقهوة، وجبت علب تانية برضو عشان طبعا رمضان والسحلب والزبيب والحاجات التانية. فتعالوا كده نكمل المشتريات ونشوف. دي لعبة كده كنت جايباها لبنتي، بتدوسي عليها من هنا كده، وكان في مروحة بتلف وبتنور، فالمروحة اتكسرت. تعالوا بقى اوريكم الحاجات التانية. زي ما انتم شايفين كده لسه باقي حاجات، انا وريتكم جزء وباقي جزء على الشمال اهو، وريتكم اللي على اليمين وباقي الحاجات اللي على الشمال. جبت المبشرة ديت، والمبشرة ديت كانت ب5 جنيه، يعني مش حاجة فارغة جدا، وحاجة بسيطة جدا. طبعا ب5 جنيه مش عاد بتجيب حاجة خالص، فالحمد لله اللي هي لسه بتشتري حاجات من دول يعني. تعالوا يلا نكمل الفيديو. وجبت الجاروف ده ب35 جنيه اهو يا حبايبي، بسيط خالص. وفي برضو ب25، بس الخامة بتاعته يعني مش قوي. وجبت الطبق ده برضو ب10 جنيه، على قد شوية سلطة، على قد اللي انا ابشر فيه جزر، ابشر فيه اي حاجة، يعني بسيط جدا. هي الخامة بتاعته مش حلوة زي البولة اللي على اليمين والحاجات اللي على الشمال، لا ده خامته يعني بسيطة جدا. وجبت الطبق ده برضو ب15 جنيه، زي الطبق اللي على اليمين. بس دول حاجات تانية، قلتلكوا انا هشيل جزء اعينه واستعمل جزء. جبت الطبق ده برضو، الطبق الاحمر ده انا جايبة منه واحد هناك اهو على اليمين، عشان ما تقولوش ان احنا لسه شايفينه، لا ده نوع وده نوع تاني. جايبة برضو نفس الالوان، علشان برضو انا قلتلكوا انا هعين جزء واستعمل جزء. ده كده ملهوش البوز اللي على الجنب، لا ده ماشي مع بعضه، مساوي بعضه، مش زي اللي على اليمين اهو. هحاول اوريكم برضه عشان ما تقولوش احنا شفنا قبل كده. دي المقشة اللي انا لسه مريها لكم، وقلت لكم انا جبتها ب45، وبعد ما جبتها ب45 جبت اختها بالظبط، نفس الاسماء ب25، نفس الاسم ونفس الماتيريال ونفس كل حاجة ب25. فالواحد ما يروحش يجيب من المكان اللي هو عارف هيكون الحاجة أسعارها غالية فيه. طبعا المحلات بتحط لك الضرايب، بتحط لك الإيجارات اللي هي بتدفعها للمحل، لا إنما السوق أو لما تروحي سوق أو كده بتجيبي بنفس التمن، بتتعبي شوية في الزحمة وكده، بس بتجيبي الحاجة رخيصة معاك، وبتوفري طبعا من الفلوس، لانك بتجيبي ممكن تجيبي الحاجة من المحل تجيبيها بتمن اللي في السوق مرتين تلاتة. جبت الشبشب دي طبعا امشي بيه في الشقة، وكان عامل 65 جنيه. هو بلاستيك، عبارة عن الخامة بتاعته بلاستيك. فجبته، والصراحة طلع ضيق على رجلي شوية، فاديته يعني لحد. جبت الكوبايات ديت، بس للأسف الكرتونة اتقطعت مني، وهوريكم الكوبايات شكلها عامل ازاي، وتقولوا لي رأيكم ايه، وشكلها حلو ولا لا. وتحطوا لي اللايك الحلو بتاعكم كده، وتشجعوني بالفيديوهات الجاية ان شاء الله، وتشيروا الفيديو لأصدقائكم، وتعملوا لي كده لايكات كتيرة والتعليقات اكتر، وتشاهدوا الفيديو من اوله لاخره. اتمنى يا حبايبي منكم انكم تشاهدوا الفيديو من اوله لاخره، عشان طبعا نحقق الشرط التاني للقناة، واللي هي المشاهدات. انا حققت الشرط الاولاني اللي هو 1000 مشترك، بس باقي ال4000 ساعة مشاهدة، وده لسه ما تحققش، وان شاء الله يتحقق بيكم بإذن الله. فشجعوني كده وشاهدوا لي الفيديوهات، وما تطلعوش من الفيديو لما تخلصوا كله بإذن الله. ولو عجبكم الفيديوهات المشتريات اكتبوا لي، وإن شاء الله هعمل لكم فيديوهات أكتر وأكتر. جبت السلة ديت ب20 جنيه تقريبا، وجبت دستة الكوبايات اللي انتوا شفتوها ب25 جنيه.
هي السلة كبيرة كده وهي غويطة. وتعالوا كده برضو نشوف بقية الحاجات وبقية المشتريات. طبعا شفتوا دول شكلهم حلو جدا جدا، وهيكون حلوين جدا في العصير، سواء عصير بقى ليمون، عصير مانجا، عصير اي عصير بقى، عصير موز بالفراولة، هيكون شكلهم جميل جدا. انا بحب الكوبايات الشفافة. جبت الازازة ديت، كنت جايبة اتنين، الاتنين ب25. ديت غطاها ازرق والتانية غطاها برتقاني. فزي ما انتوا شايفين جبت العلب ديت برضو. هي مش زي اللي وريتها لكم في اول الفيديو، ديت مختلفة. ديت بقت بتربطيها كأنك بتربطي ازازة مية، بتلفيها كأنك بتلفي ازازة مية من فوق كده. الغطا محكم، لو وقعت منك وهي مربوطة ما تكبش اي حاجة فيها. فجبتها، قلت برضو لو لقيت استخدام البرطمانات الاولى مش حلوة، العلب الاولى مش حلوة، هستخدم دول. ولو استخدمت التانيين برضو احط في دول. وبقت الايه، الحاجات بتاعت رمضان، التمر، الزبيب، النشا، الحاجات اللي هي بنستخدمها دايما دي. جبت 3 بالتلات الوان بتاعته. تعالوا كده برضو نشوف لسه في ايه في الشنطة ونطلع بقية الحاجة. جبت دستة الكوبايات ديت، دول 3، وجايبة دستة كمان برضو فيها 3، يعني جبت 6. ادي اول دستة. طبعا هي اتلحوست مني طبعا، لان كان في حاجات كده سايلة واتكبت عليها. دي اول دستة. وتاني دستة اهي. طبعا ديت نظيفة ازاي، هوريكم برضو الكوبايات من جوه شكلها عامل ازاي. اهو يا حبايبي، شكلها جميل جدا جدا، وايديها مختلفة جدا جدا، وحبيتها كده. بس الصراحة الازاز بتاعها طلع من اللي هو النوع اللي هو بيفرقع، اول ما تصب فيه الشاي بيروح مفرقع. كنت وريتكم نوع كوبايات قبل كده برضو، وريتها لكم في فيديو مشتريات، وكانت ودانها كده من تحت خالص اللي طالعة ترند، بس جميلة جدا جدا. استخدمتها وطبعا طلعت حلوة جدا. انما ديت من اول استخدام وكلهم اتفشفشوا، كلهم طقوا معايا. معرفش العيب في ايه، بس الكل اتفشفش من النوعية دي. انما التانيين مودني من تحت اللي كان طالعة ترند، لا ديت 100 100. استخدمتها وما حصلش فيها اي حاجة. جبت برضو معايا الكوبايات ديت، وطبعا متلحوسة اسفة. طبعا الكوبايات ديت برضو حلوة، هي صغيرة شوية لو عندك عمال وشغالين. فهي حلوة جدا جدا. جبت ال6 ب25، انما الكبار اللي هي زي المجات ال3 ب25. وجبت السكينة ديت برضو ب25 جنيه. طبعا بحط الورقة فيها طبعا عشان ما تأذيش حد ومحدش يتعور منها. جبت البرطمانات، نسيت اقول لكم على سعرها. البرطمانات ديت جبتهم ال3 ب15 جنيه. وجبت حجارة عشان رمود الشاشة او رمود الريسيفر. الاتنين مش عارفة ب10 جنيه او ب7 جنيه. طبعا في ناس هتقول الاسعار ديت مش معقولة ومش عارفة ايه، بس هو السوق بتجيبي منه الحاجة رخيصة جدا، لان لو ما لقيتيش مع واحد بتلاقي مع 100 واحد. جبت الاربع صابونات دول ب20 جنيه. اسمهم سفانة، بس للأسف طلعوا مش حلوين، تقليد يعني. وجبت الكليبسة ديت، التوكة الكليبسة ديت، الواحدة ب10 جنيه. اهو جبت 2، اللون ده واللون التاني. قلت اهم تحت ايدي برضو في البيت، علشان لو برضو طلع فيها عيب واتكسرت او كده. لسه في ايه في الشنطة تاني، انا بحاول اجيب لكم برضو لسه في حاجات في الشنطة، علشان برضو كنت جايبة حاجات للاولاد. كنت جايبة 3 أقلام مع بعض كده، 3 مع بعض. بس طلعوا جمال جدا. ال3 ب10 جمال جدا يا بنات، ال3 ب10. والروتو برضو نوعه جميل جدا، نفس نوع الروتو. كنت جايبة برضو التوك ديت، كيس التوك كده، بس للأسف اتفتحت مني. كيسة مليانة توك، الكيسة ب10 جنيه ومليانة توك. كان عدد التوك اللي فيها 24 لون، كل 4 توك لون معين، يعني من كل لون 4 توك. هوريكم برضو. كان لسه فيه بقية التوك، بس كان واقعين في الشنطة من تحت.
فهطلعهم لكم، وبرضو بلاقيهم برضو في طبق من الاطباق دي زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا برضو نكمل بقية اسعار الحاجات وبقية الحاجات البلاستيك اللي احنا لسه ما شفناهاش. الطبق ده اهو لقيت برضو فيه التوك الباقية، كنت لماهم فيه، واللي على الارض اهم. زي ما انتوا شايفين من كل لون 4 توك، عشان طبعا لو حبيتي تعملي لها قرنين، تعملي لها فلونكات من قدام، تبقى التوك مناسبة مع بعضيها. جبت الطبق ده ب10 جنيه. طبعا ده ينفع على شوية السلطة، شوية حاجات حلوة كده. وجبت برضو ده ب15 جنيه زي اللي هناك ده، انا بوريكوا اهو عشان ما تقولوش احنا شفناه. ب15 جنيه الطبق ده. طبعا ينفع بقى لغسيل فاكهة، لغسيل حاجات من ديت. تغسلي طماطم، عايزة تفرزي طماطم تقطعي وتحطي في الأطباق ديت برضو. جبت الطبق ده اللي هو ليه بوز من ناحية، وليه زي ما يكون ليه قعر كده من تحت أو رجلين من تحت، وبرضو زي ما يكون ليه ايدين كده، مسكات من الايدين كده، بحيث تعرفي تتحكمي فيه، ما يكونش ماسكه بطراطيف صوابعك، لا ليه ايدين كده من الناحيتين. وادي الطبق برضو اهو، نفس برضو الطبق التاني اللي في مع المجموعه اللي انا هعينها اهو يا حبايبي. برضو ينفع لكل حاجه. انا لما لقيت البلاستيكات رخيصه والاسعار رخيصه، حبيت اللي انا اكتر منها، وقلت مش مشكلة اجي على نفسي شوية واشتري، علشان برضو كل حاجة بتغلى. فلو لاحظتوا هتلاقوا اللي انا جايبة من الطبق ده 2، ومن كل نوع 2. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، جبت برضو الفرشة بتاعت الحمام ديت ب35 جنيه. وهي دي المشتريات اللي انا جبتها معاكم. وبإذن الله سواء اشتريت حاجة تانية لرمضان برضه هصورها معاكم، وقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو، وهل عجبكم الفيديو ولا لأ. واعمل لكم فيديوهات من ديت كتير، بس يا ريت تشيروا لي الفيديو كده وتتابعوه من الاول للاخر. وهي دي كل المشتريات اللي انا جبتها، علشان طبعا دخلت رمضان علينا ان شاء الله، يا ربنا يعود علينا بالخير واليمن والبركة والسلام والصحة يا رب. والحمد لله حبايبي، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. انا بجيب حاجتي واحدة واحدة، مش بجيب كل حاجة مرة واحدة، لا انا ماشية بمبدأ اني يعني كل حاجة بتيجي بأمر الله، فبمشي كده واحدة واحدة، وبجيب كل حاجة بالراحة كده، مش مرة واحدة كده، لا. لا يا حبايبي، امشوا بالراحة كده على مهلكم، وان شاء الله هتحققوا كل اللي بتحلموا بيه. وهي دي المشتريات بتاعتي، يا رب يكون عجبتكم ونالت كده رضاكم، والفيديو عجبكم كده. ولو عايزين فيديوهات من ديت قولوا لي في التعليقات، وان شاء الله اعمل لكم اكتر واكتر. وبإذن الله نجدد كده مع بعض، ونجيب كل حاجة مع بعض، ونظبط كده المطبخ ونرتب كل حاجة فيه. الحاجات دي طبعا عايزة تظبيط وعايزة ترتيب في المطبخ. ان شاء الله اعمل لكم فيديو واظبط المطبخ واحميه كده حمية العيد زي ما بيقولوا، قبل رمضان وقبل دخول رمضان ان شاء الله علينا. نستعد كده لرمضان ونرتب مع بعض كل حاجة، واعمل لكم برضو روتينات في البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو لحد هنا، يا ريت تحطي لي لايك، وتدوسي على كلمة اشتراك اللي تحت اللي باللون الاحمر، وتدوسي على كلمة الكل، علشان كل ما انزل فيديو تتفرج عليه ويوصل لك اشعار بيه. وتشيري الفيديو لاصدقائك علشان الفيديو يترفع بيكم بإذن الله. ويا ريت التعليقات الحلوة تدعوا لي كده دعوة حلوة كده من قلبكم ليا ولأولادي بصالح الأعمال. ودمتم في أمان الله، وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.